في لحظات في التاريخ بيتحول فيها الخيال لحقيقة والنبوءة لسلاح. في ناس شايفة إنهم لازم يحققوا مشيئة ربنا حتى لو على حساب هدم الأقصى وحرق المنطقة كلها. من آلاف السنين في نبوءة بتقول إن مفيش خلاص لليهود إلا ببناء الهيكل الثالث، والمفتاح هو 5 بقرات حمر. زي ما سمعتوا كده، 5 بقرات حمر. استكمالا لسلسلة العلم والخرافات، هنتكلم عن القصة اللي بدأت بنبوءة تنتهي بحروب في الشرق الأوسط. اليهود بيؤمنوا إن هيكل سليمان هو أقدس مكان على وجه الأرض، اتدمر مرتين ومكانه دلوقتي هو المسجد الأقصى. لكن في داخل الفكر الديني اليهودي، خصوصا عند الجماعات المتطرفة، في إيمان تام إنهم لازم يبنوا الهيكل الثالث مكان المسجد الأقصى بالظبط. وده مش حلم بعيد، ده مخطط موجود ومعلن ومترجم بأفعال. في السنوات الأخيرة الجماعات الدينية المتطرفة زي جماعات أمناء جبل الهيكل ومعهد الهيكل اشتغلوا على تجهيز كل حاجة، أدوات المعبد، ملابس الكهنة، حتى تدريب الكهنة نفسهم. لكن في حاجة كانت ناقصاهم، حاجة واحدة بس تمنع النبوءة من الاكتمال. التراث اليهودي بيقول إن قبل ما يتبني الهيكل لازم يتم تطهير الشعب والمكان كله برماد بقرة حمراء كاملة. بس مش أي بقرة، دي ليها شروط. لازم تكون حمراء بالكامل، مفيش فيها ولا شعرة بيضة ولا حتى سودة، عمرها أقل من 3 سنين، يعني تقريبا في رينج 2 وكام شهر. ده جزء من الشروط الواجب توفرها في البقرة الحمراء عشان تتم عملية التطهير. الشرط ده كان شبه مستحيل، لكن في سبتمبر سنة 2022 تم الإعلان عن وصول 5 بقرات حمر لإسرائيل جاية من ولاية تكساس الأمريكية. استقبلهم ممثلون من معهد الهيكل وتم إخفائهم في مزرعة في الجليل في ظروف أمنية مشددة. والأكتر من كده إن نتنياهو نفسه استقبل البقرات وظهر معاهم في صور في دلالة رمزية، يعني بيقول إحنا قربنا، لأن البقرات دي مهددة والجينات المطلوبة منها دي نادرة جدا. معهد الهيكل بدأ برنامج تهجين ديني الهدف منه توليد أبقار بنفس الصفات والحفاظ على السلالة، ضمان إن هم يبقوا جاهزين لأي لحظة يعلن فيها عن بناء الهيكل. علماء يهود بيشتغلوا على إنتاج الأبقار بالهندسة الوراثية والانتقاء الطبيعي، لأنهم شايفين إن دي مهمة مقدسة. وفي تسريبات صحفية بتقول إن في بقرات جديدة تم توليدها فعلا داخل إسرائيل وجاري اختبارها دينيا كل فترة. ودلوقتي في ظل الحرب المفتوحة بين إسرائيل وإيران والضربات المتبادلة في سوريا ولبنان وغزة، ظهر تسريب خطير من شخصيات داخل الحكومة الإسرائيلية بيقول لو حصلت حرب مباشرة مع إيران هنضرب ضربتنا الكبيرة، وده هيشمل استعادة جبل الهيكل. يعني إيه؟ يعني في نية إن يتم هدم المسجد الأقصى تحت غطاء الحرب عشان في الآخر يتقال إن إيران هي اللي ضربت. في نظرهم إيران هي عدو النبوءة، ولما تتحقق الهزيمة ليها هتبقى الفرصة التاريخية لبناء الهيكل. ودي كانت من أسباب انتفاضة حماس في 7 أكتوبر 2023، مش بس ردا على الاحتلال والضغط اللي حصل في غزة، لكن كمان ردا على معلومات استخباراتية بتقول إن إسرائيل فعلا بتحضر لمخطط المساس بالأقصى. السؤال هنا، هل إحنا قدام نبوءة حقيقية ولا قصة اتكتبت عشان تبرر الاحتلال؟ وهل ال5 بقرات دول مجرد أبقار ولا مفاتيح لحرب دينية عالمية؟ هل في ناس بتستخدم الدين كسلاح لتحقيق أهداف سياسية مرعبة؟ في عالم بيصدق الصورة أكتر من المنطق لازم نسأل ونفكر قبل ما نصدق. ودي كانت حلقتنا من سلسلة العلم والخرافات. استنونا في حلقة جديدة وهتكتشفوا معانا إزاي خرافة ممكن تهد أمة وبقرة ممكن تشعل حرب. كنت معاكم آية عفيفي وأشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة. سلام.